لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله رح نحضر معكم وصفة سريعة. وصفتنا اليوم هي بيتزا بالعجينة المطاطية. هذا النوع من العجين بيحتفظ بطراوته لبعد الخبز لمدة 3 أيام، والأحلى من هيك إنك فيك تحتفظي فيها نية بالفريزر لمدة أسبوع كامل، ولما تطلعيها وتشتغلي فيها رح تعطيكي نفس النتيجة. تابعوا معنا الفيديو للآخر عشان تتعرفوا على الوصفة بكل تكاتها. رح أخليكم مكونات العجين وصلصة البيتزا في صندوق الوصف. طبعا أول حاجة رح نبدأ فيها هو تجهيز العجين، لأنه بعد هيك بدنا نتركها تخمر لمدة ساعة كاملة. أول حاجة رح أبدأ فيها إني أفصل البياض عن الصفار. في هذه الوصفة إحنا محتاجين البياض فقط. الصفار ممكن ندهن فيه أطراف عجينة البيتزا أو ممكن تحتفظي فيه لوصفة تانية. لوصفتنا إحنا محتاجين علبتين زبادي بما يعادل 300 جرام. أنا اخترت طبعا الزبادي العادي، ما بنصح باستخدام الزبادي اليوناني لأنه كثيف. وراح أخلط في هذه الوصفة نوعين من الطحين أو الدقيق، طحين المخبوزات العالي بروتين تقريبا 12 جرام فيه، وطحين المستخدم أو المخصص للكيك تقريبا نسبة البروتين فيه منخفضة دائما بتكون 3 جرام. داخل المكسر الكهربائي حطينا بياض البيض وربع كوباية زيت نباتي، رح نخفق لحتى تتشكل عنا فقاعات هوائية. بعد هيك رح نضيف حوالي معلقة كبيرة من بيكنج باودر، ومباشرة رح نضيف علبتين الزبادي. رح نخفق تاني، وفي هذا الوقت طبعا رح نملح العجينة تاعتنا لأنه عجينة دلعة ما رح يكون إلها طعم. بعد هيك الآن رح أتركهم تقريبا لمدة 10 دقايق لما يتضاعف حجمهم. والآن على جنب رح أجهز الخميرة. حطيت معلقتين خميرة مع معلقة سكر كبيرة، رح نمزجهم مع بعض وبعدين نضيف عليهم مية فاترة. الخميرة ما بتاخد وقت لحتى يتضاعف حجمها، تقريبا من 2 ل3 دقايق. في ناس بتغامر بتحط الخميرة مباشرة على الطحين، أنا هذه الطريقة ما بنصح فيها لأنه ممكن تكون الخميرة مبردة حتى لو كانت جديدة. الخميرة الآن صارت جاهزة، رح نضيفها على المزيج ونخلط. رح أضيف 1.5 كيلو طحين، قلنا طحين عالي البروتين كيلو كامل. رح نخلط الطحين مع المزيج اللي إحنا حضرناه. بعد هيك رح نضيف 0.5 كيلو من الطحين المخصص للكيك اللي هو قلنا عليه منخفض البروتين. بعد هيك رح نبدأ بإضافة المية الفاترة أو الدافية، وما رح ننسى معلقة الخل حتى تعطينا هشاشة للعجين. مثل ما أنتم شايفين العجينة مطاطية دبقة نوعا ما، ما بتلزق بالإيد لو دهناها بشوية زيت، عشان تكونوا عارفين قوام العجين كيف رح يكون. الآن رح ندهن الصحن اللي عندي بشوية زيت نباتي. طبعا هذه الخطوة لحتى ما يلزق عندي العجين جوا الصحن بعد ما يختمر. الآن لحالكم رح تلاحظوا قوام العجينة قديش هو مطاطي مثل ما أنتم شايفين. الآن رح ندهن وجهها بشوية زيت نباتي، ويفضل إنه يكون زيت زيتون لأنه مثل ما إحنا عارفين إنه أعلى بالقيمة الغذائية. رح نغطي عليها ونتركها لمدة ساعة كاملة لحتى تختمر. ويلا الآن نحضر أطيب وأسهل وأسرع صلصة بيتزا ممكن تعملوها. مثل ما أنتم شايفين عندكم في عنا طماطم مقشرة وفلفل حلو، ممكن لو بتحبوه حار تضيفوا كمان فلفل حامي، بصلة كاملة، وما راح نستغنى عن الزعتر أكيد في هذه الوصفة. الآن راح أضيف الفلفل الحلو والبصل كمان مع الطماطم، وبعد هيك راح أضيف الملح، وأكيد مثل ما اتفقنا ما راح ننسى زعتر الأوريغانو أو أي نوع زعتر متوفر عندك. راح أضيف كمان معلقتين من دبس الفليفلة، فيك تستبدليه بمعلقتين من الصلصة الجاهزة. راح نخلط كل المكونات مع بعض، ما راح أبالغ بالخلط لحتى يكون عندي القوام مثل ما أنتم شايفين على الشاشة. في قدر أو طنجرة صغيرة على النار راح نضيف كمية من الزيت النباتي أو زيت الزيتون،
وبعد هيك رح ننزل بالمزيج اللي احنا عملناه أو بالخلطة اللي احنا عملناها مباشرة على الزيت بكل سهولة. رح نتركها حوالي نص ساعة لحتى تتسبك أو لحتى تجف ميتها. رح نحرك لحتى يختلط عنا الزيت مع الصلصة. رح نسكر عليها ونتركها تستوي براحتها. بعد ساعة كاملة صارت عجينتنا مختمرة وجاهزة إنه نشتغل فيها. على جنب أنا جهزت صواني البيتزا، حطيت فيهم ورق زبدة، حتلاقوني برضو تخلصت من ورق الزبدة لقدام. عند الصلصة صارت جاهزة، وحطيت طبعا الحشو تاع البيتزا مثل ما انتو بتحبوا. أنا رح أعملها اليوم بالبسطرمة والسلامي. الآن استخدمت هذا السكين عشان أورجيكم إنه العجينة مطاطية ودبقة حتى بعد ما خمرت وما لزقت معي بالسكين نهائيا. مثل ما انتم شايفين الآن واضح تماما قوام العجينة. رح نفردها على الصينية، نتأكد إنه العجينة مساوية جوا الصينية بشكل كويس. رح نعمل مثل فتحات بسيطة جوا العجين، وبعد هيك رح نبدأ طبعا بإضافة الصلصة اللي إحنا حضرناها. ما رح أحكي لكم عن ريحتها وطعمها، بتمنى إنكم تجربوا هالوصفة وتعطوني رأيكم فيها. بعد ما وزعنا الصلصة على العجين مثل ما أنتم شايفين، الآن رح أضيف الجبنة مباشرة. في ناس بتحب تحط الجبنة بعد إضافة الحشو كمان بيصير، بس أنا بحب هذه الطريقة لحتى أتأكد إنه البسطرمة أو الحشو اللي أنا حطاه استوى من فوق بشكل كويس. والآن رح نوزع الجبنة الموتزاريلا على الصلصة مباشرة. ممكن تستخدمي أي نوع جبنة متوفر عندك كمان بقد الغرض. أنا هون رح أضيف السلامي، ممكن أنتي تتركيها فيجيتيريان أو تضيفي مثلا تونة لو متوفر عندك، أو حتى بواقي دجاج أو لحمة. الآن رح نضيف الفلفل الألوان. بعد هيك رح نوزع طبعا الزيتون حتى يكون منظرها لطيف. أنا ضفت نوعين زيتون، أخضر وأسود. طبعا فيك تكتفي بنوع واحد. بعد ما نجهزها رح نحمل فرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، ورح نخبزها لمدة ربع ساعة تقريبا. هيك صارت جاهزة وعلى الفرن، وجهزت الصينية التانية بالبسطرمة. وهيك كانت نتيجة البيتزا اللي حضرناها اليوم بالعجينة الرهيبة، العجينة المطاطية. قطعنا البيتزا وحابة إنكم تشوفوها من جوا قديش طرية، وطعمها كتير طيب. بصراحة هذه وصفة بتستاهل إنكم تجربوها. لو عجبتكم وصفتنا اشتراككم في القناة أكبر داعم إلنا للاستمرارية. دمتم بحفظ الله ورعايته. لا تحزن من الأقدار التي تأتي عكس الوجهة، والتي خالفت آمالك وأمنياتك وجعلت الطريق غير الطريق. تأمل الخير فيها حتى لو كان ظاهرها قاسي، فباطنها فيه الرحمة واللطف. وكن على يقين أن القادم أجمل بطريقة تنسيك ما مررت به.